شفتوه راح على روسيا، شفتوه روسيا اللي قصفت الشعب السوري، شفتوا هذا الكلام من مين؟ هذا الكلام من أكثر الناس اللي كانت هي تحت صرماية بشار الأسد، من الناس اللي هي استدعت الروسي واستدعت الإسرائيلي واستدعت، ما عافت أي موبقة إلا ما عملته. راح أقول لكم كلمتين. الرئيس يروح على روسيا، نحن معه، 90% من الشعب السوري معه. إذا عمل معاهدة سلام مع إسرائيل 90% معه. لك إذا بيضطر الأمر وبيعمل علاقات مع إيران نحن معه. هيك ارتأى. ثقتنا فيه يا عمياء. حتى مو قال للمجرمين اللي أذاقونا الويلات، بعض منهم أنتم الطلقاء، رغم الحرب اللي جواتنا نحن معه. إذا ما بطالب ببشار الأسد وشاف مصلحة البلد هيك نحن معه. لا أجيكم إياها من الآخر من الآخر من الآخر. حتى إذا بيعفي عن بشار الأسد، وهذا من سابع المستحيلات، نحن معه والشعب السوري معه. فروحوا خيطوا بغير هالمسلة، وخصوصي هاي العالم الفارغة مثل نضال معلوف وسمير بكيني وهالشلة، انتو ومعارضتكم يعني تحت أقدام وتحت صرامي السوريين الأحرار، العالم اللي حررت ودفع الدم. وانتم من يومكم حقكم صرماية، وكنتم ذيول للأسد وعملاء لمخابراته. نحن وراء الحكومة الجديدة إيش ما كان. أنا بالنسبة إلي بحكي عن نفسي، أخواتي 2 شهداء، وابني مصاب بالحرب، وأنا مهجر من بلدي 13 سنة. ورغم كل هالشيء قلت لي الرئيس أحمد شرع والحكومة بتشوف إنه من مصلحة البلد تهادم في بعض المواقع، أنا معه. السلام عليكم.